أكد المدير الفني لنادي ريال مدريد زين الدين زيدان في تصريحات صحفية بأن فريقه سيقوم بثورة كبيرة في الميركاتو الصيفي، كما تكلم عن أبرز أهداف الريال في الموسم المقبل، حيث قال زيزو: التاريخ يقف معنا في الليغا، لقد فزنا بها 33 مرة، لكن هذا لن يكون كافيا، علينا أن نعطيها حقها. هذه البطولة تتطلب تركيزا كبيرا وأكبر طوال الموسم، وستكون هدفنا الأول الموسم القادم. وعن المنافسة مع البارسا الغريم التقليدي قال: برشلونة يفعل أشياء أفضل منا في الليغا خلال السنوات الأخيرة، علينا تغيير كل ذلك لصالحنا. أما عن العمل المنتظر في سوق الانتقالات الصيفية المقبل فقال: في السنوات الأخيرة لم نحظى بتغييرات في الانتقالات، لكن هذا الموسم سنغير، ربما ستكون تغييرات كثيرة. ولما سئل زيزو عن رحيل النجم الويلزي غاريث بيل عن الفريق إذا تم التعاقد مع إيدين هازارد، قال زيدان: إذا تعاقدنا مع لاعبين هناك لاعبين سيرحلون، ولكن وصول هازارد لا يعني رحيل غاريث بيل. وأكمل المدرب الفرنسي حديثه بالقول عن كورتوا جاهز للعب، لقد تدرب معنا وهو متاح للمشاركة مع الفريق. وعن المفاضلة بينه وبين نافاز قال: هذا ليس الوقت المناسب للحديث حول هذا الأمر، الأهم الآن هو أن كورتوا ونافاز متاحين معا، أنا أملك أفضل الحراس في العالم. وفي أخبار الميركاتو قالت تقارير صحفية إسبانية أن نادي اي سي ميلان الإيطالي تواصل مجددا مع إدارة نادي برشلونة لبحث إمكانية انتقال لاعب النادي الكتالوني الجناح البرازيلي المميز مالكوم دي أوليفيرا إلى النادي اللومباردي. وحسب ما تقول صحيفة سبورت، سيقوم المدير الرياضي لنادي ميلان بالتفاوض مع النادي الكتالوني من أجل نقل اللاعب في هذا الصيف. وعلى الرغم من ذلك فإن سعر اللاعب الذي حددته إدارة البارسا هو 50 مليون يورو، ولكن حسب الصحيفة فإن اللاعب راض عن الدقائق التي منحها له المدرب إرنيستو فالفيردي، ولكنه يأمل أن يمنحه المزيد من الدقائق قبل أن يحسم قراره النهائي.